بنات كيرين لاباس عليكم هانيين. كنتمنىكم تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. كنت جالسه يختي عليا ما بيا نوض جاتني شي حداقه قلت ندير الكوتي. ايوا كما كتعرفوا السبت هو اللي تنجلس فيه كتكون عندي العشيه خاويه، تنبغي هكذا ندير شويه ابداعات ونوعوا شويه الكوتي ديالنا، ماشي ديما يبقى داك نفس الروتين. انا غالبا ديما السبت كندير الحريره، منها نديروها في الكوتي ولغد الصباح كنصبحوا كنفطروا بها في الصباح، كتجي زوينه في الفطور مع اتاي. صافي وغادي ندوز ان شاء الله نشارك معكم واحد البطبوط. صراحه شقات لي على البطبوط معمر، قلت الله تنوض ندير مع المتتبعين ديالي ونشارك معهم الطريقه اللي كندير انا دائما. وصراحه كما كتعرفوا رمضان جاي دابا الشهيوات والبطبوط واراك الكيكه واراك المسمن واراك الانواع الفطائر. ايوا ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم هذا البطبوط، كنتمنى ينال اعجابكم. المهم خليكم معايا ما تشوفوا فيه. وصافي البنات بالنسبه للمكونات غادي ندير البصله، هنا تقريبا عندي واحد 3 البصيلات موين. غادي ندير الفلفله هكا بجميع الالوان، عندكم غير الخضره ديروها غير وحده ماشي مشكل. هنا 2 خيزوات، شويه ديال الكفته كما كتشوفوا غير كميه قليله غير باش غندير نسم بها. وهنا عندي الزيتون مقطع صافي والتوابل. اول حاجه غنديروا الزيت، صافي غادي ندير البصله، ندير الفلفله، غندير الخيزو. الا كان عندكم البنات الكورجيت ديروه، انا ما عنديش يعني الخيزو راه كاين، ولكن الا بغيتو تزيدوا الكورجيت ممكن تزيدوها حتى هي. صافي خلطنا كاع دوك العناصر اللي كاينين، غنخليو الكفته بلاتي شويه. غندير دابا العطريه، غندير تقريبا معلقه صغيره ديال سكينجبير، راس معلقه ديال البزار، راس معلقه ديال الكمون غير شويه ما تكثروش، تحميره، ايوا الملحه كتبقى حسب الذوق. صراحه البنات كتجي زوينه، سواء بغيتو ديروا الكفته ولا ديروها هكا قطع طريفات ديال الدجاج هكا صغار نصغروهم باش ولا طحنوا الدجاج اللي بغيتو. نديرو شويه ديال الربيع. صافي غنخلي هاد العناصر يهبطوا مزيان وعاد غادي نبدا من بعد الكفته. غادي نزيد الخرقوم تقريبا حتى هي معلقه صغيره مع مرعش، وصافي غتهبط العناصر ونكمل معكم. وصافي دابا غادي نبدا في الكفته. ديروا اي كفته ديال لاداند ولا البقري اللي عندكم متواجده. البنات بالنسبه للكفته ملي كنحطوها تتبقى مجموعه، الا بغيتو مثلا هكا تفرق كديروا لها بهذه الطريقه هاد ديال الضراب يعني تيفرق الكفته ما كتبقاش مجموعه. زوينه الطريقه، غير جربوها كتشتو واحد الشاف كيديرها. فيما قال لكم ديروا الكفته هكا وما تبغيش تبقى مجموعه عليكم، ديروا غير هاد الضراب بحال هكا اليدوي صافي كتفرق الكفته ما كتبقاش مجموعه. هاد الزيتون مقطع هكا، حاولوا تقطعوه صغير باش ما يتقبلكمش العجينه ملي تكونوا كتقرصوا. صافي البنات من بعد ما حشوها بطات قربت تنشف، دابا غادي نضيف ليها هاد 2 مكعبات ديال الفرماج. تقدروا ديروا فرماج حمار، اي فرماج عندكم متوفر في الدار. غنبقاو نخلطوه هكذا صافي غادي يذوب مع الحشوه. شتي البنات ها هو تيذوب ما تيبقاش.
تعطيني واحد النكهه زايده فوق هاد الخلطه هادي. الناس من بعد ما داب الفرماج، المهم انكم تحاولوا هاد العناصر ما تخليوش فيهم نهائيا الماء، نشفوها مزيان. صافي كما كتشوفوا راه نشفات عندي دابا والفرماج داب. صافي البنات غادي نطفي عليها دابا وغادي نخليها تبرد مزيان، وغادي ندوز ان شاء الله باش نوجدوا العجين او البطبوط اللي غادي نعمروا به هاد الخلطه هادي. صراحه المذاق ديالها رائع، طالع واحد الريحه ملي كتشهي البنات. تجيب عيشه ديرها في رمضان، كون بلاد مصيم المغرب خرب. كلشي ليكم البنات، التهاويشه ديال المعقول، التهاويشه ديال المعقول. صافي طلق على الموسيقى دابا الكوبيريت وانا عشت خلينا نهضروا مع المتتبعين. هو المهم ندوزو نوجدوا العجين والخليط. ايوا صافي البنات غادي ندوز ندير العجين كما قلت لكم، العجين البطبوط غادي ندير الفرص، غادي نغلبوا على الفينو. نتوما تشوفوا على حساب الكميه اللي بغيتو ديروا ديال البطبوط وعدد الافراد ديالكم. المهم هنا كما شفتوا درت غلبت الفرص على الفينو، درت الخميره شويه ديال الملحه. الا بغيتو ديروا هكا واحد شويه ديال السنده باش يعطيكم داك اللون المحمر. صافي غادي نعجنوهم بالماء بارد كما كتشوفوا. صافي غادي ندلكو مزيان البنات، وغادي نقطعو هكا قطع صغار على هذا الشكل هذا على حسب حجم البطبوط اللي بغيتو، واش ديروا كبير ولا صغير. المهم انا حاولت غادي نديرو هكا، غادي نديرو موين. صافي غادي نجمعو بهذا الشكل هذا، غنلولبو نديرو شويه ديال الفينو، ما تكثروش من الفينو باش ما يقصحش لكم العجين. ايوا صافي غادي نولب على هذا الشكل هذا خويزات صغيورين، وما ان شاء الله اللي غادي نعمر بهم غندير بهم الحشوه. صراحه من بعد ما بردات ليا مزيان، عطيوها وقتها باش تبرد باش ما تقبش لكم العجينه وترخيها لكم. غادي نبدا نعمر في البطبوط على هذا الشكل هذا. انا حاولت نزرب هكا الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف ويجي ممل. غادي نسرح العجينه غير شويه على هذا الشكل هذا، ونحط الحشوه على حسب الكميه اللي عندكم غادي تفرقوا على ديك الحشوه. صراحه كانت عندي انا كثيره وشاطت ليا، بقات ليا الغد درت بها مسمن. ايوا صافي البنات غادي ندوز هكا ندير لكم مره ثانيه باش تشوفوا كيفاش الطريقه راه ساهله. اي وحده كتقدر دير هاد البطبوط، راه المغربيات سمحوا لي معروفين بالحداقه ديالهم كيفاش. وكاين هذا كيكون تيفيد حتى البنات المبتدئات يلا اول مره غادي دوز رمضان في دارات بغات دير هكا شهوه لراجلها. ايوا صافي البنات غادي نعمر هاد الحشوه، هاد المسمنات او الخبيزات كاملين غادي نعمرهم. صافي وغادي نخليه، ما غاديش نخليه وقت بزاف غيطرخى. ان فوا غادي نسالي غادي نبدا في الاول وحده بديتها البنات. انا درت المقله كتسخن، غادي ندوز ان شاء الله دابا نكرس البطبوط. صافي ان فوا ساليت غنبدا باول وحده قاديتها. صافي غنحاول ندير شويه زيت. دابا نتوما البنات على حسب، بغيتوه ناشف غديروا فيه، غتخليوه ناشف ما ديروش فيه شويه الزيت. بغيتوه هكا كيبان ذهبي ولامع كديروا فيه شويه ديال الزيت غير هكذا، غير كتديروا عليه شويه. صافي وغنبداو نطيبوه. المهم هانتوما البنات صافي ندير واحد الرشيشه. بسم الله. هاقات ايوا صافي البنات هانتوما شفتوا تحمرات من ديك الجهه. عاود دهنتها شويه من الزيت، عندكم هكا شيته ديال الزيت ديال شيته ديال هذا الطياب كتديروه هكا بالزيت وتقلبوها. صافي حتى كتحمر كتاخذ داك اللون الذهبي. شويه بوطه باش ما يتحرقش. سخونه. والمهم البنات كما كتشوفوا راني كندور دابا في الحريره وهواءاتي كيتشحر. البطبوط طاب، سلقت البيض. ايوا اجواء رمضانيه كما العاده. انا غنوريكم بطبوطه البنات كيجا.
ايوا هو البطبوط البنات، نوريكم النتيجه. صراحه كيجي غزال وكيجي معمر وعامر من الوسط، وصراحه شاط ليا الحشوه البنات. باقا عندي ان شاء الله نقدر ترشق ليا غدا ندير بها مسمن معمر ولا شي حاجه اللي بقى ليا هكذا الوقت. كيجي زوين كما كتشوفوا. تخرج ليا تقريبا شي 8 ديال البطبوطات، الله يجعل البركه. ايوا صافي البنات، هي الحريره كما قلت لكم، راه الحريره كندور فيها. خديت البنات واحد شويه ديال الشباكيه. عرفتوا دابا الشباكيه موجوده، هاد الوقيته ديالها ديرها في طبيخلاص نشربوا بها الحريره. دايره تقريبا شي 40 درهم للكيلو البنات، صراحه زوينه رطبه. ايوا صافي هنا اتاي البيض. ايوا ها هو البطبوط جايه وقته ان شاء الله، والشباكيه كذلك. ايوا البنات ما تنساوش خليو لي لايك والشير باش يوصلكم ديما الجديد، وخليتكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.